ما بدنا مصاري، المصاري اللي عم تحكوا عنها يعني انه دي اليوم انتوا اهل بيناتكم اطفال بيناتكم كذا، فترى زادت 400 نقصت 400. ليش يا شيخ؟ يا شيخ في مسألة. اليوم انتوا اعذرني، اليوم انتوا قبل الحادث اهل وبعد الحادث انتوا اهل. ترى اليوم بالاصل تكون العلاقه بين بعضكم متينه اكثر من الاول. ليش؟ لانه انتوا في عندكم ايتام اليوم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير بيوتات المسلمين بيت يحسن فيه الى يتيم. وانتوا اليوم ترى المطلوب منكم تجاه الاطفال مش مثل قبل. فانتوا اليوم في رابطه قويه بيناتكم، الاصل انه حتى لو في يعني اشياء ماديه بيناتكم نتجاوز عنها من اجل شو؟ يعني بكره ما نصل للمحاكم، والله خيو احنا بدنا نشوف الاولاد، الجماعه ما خلونا الاولاد، على فتنا محاكم سنه وسنتين وثلاثه واربعه، فلا هي اهليه محليه، انتم بامكانكم. فاذا انتم قابلين على بركه الله عز وجل. واحنا حريصين على انه شو يكون اليتيم عنصر فاعل في المجتمع. أهل الحرمي كويس أعطينا الفتوى اللي أعطيتهم إياها فيها، أو الشرع اللي أعطيتهم إياها فيه، أو العرف، يعني شلون حليتها أنت؟ عم يسألوا كلاتكم. بس ولكن الأخ مبين عليه ما شاء الله عليه طيب ورجل فاضل وقمة الأدب والأخلاق حقيقة. كذلك الأمر الأخ يعني كلامه منطق، يعني منطقه جيد، والرجل يعني حرصه على الأولاد كذلك الأمر شيء جيد وجميل. فإحنا الأمر زيادة التعاون فيما بيننا. إذا متفقين على الحل اللي يحلون الإخوة فعلى بركة الله. اجتمعت اللجنة الصلحية في قرية مكفلون على أثر حادث سير أدى لوفاة الزوج والزوجة. الزوج هو مرهف محمد ديب وردي، والزوجة بشرى عبد العزيز جلول. والحمد لله تم الصلح بين الطرفين، وتم دفع دية صلحية لوالدي الأزواج وكذلك لكل وارث ممن يرث من هذه الدية نتيجة ذلك الحادث الذي أدى إلى الوفاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائج المسلمين وأن يجعل الصلح بينهما، وأن لا يجعل للشيطان نزغ في قلوب المؤمنين والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.